انت اهلاويه متعصبه تمام ومنحازه للاهلي. تمام. وقرايك كلها ضد الزمالك. يا اللي ما عندكم لا اي فهم ولا تربيه. عايزين نقعد نقول كل شويه مشاكل الزمالك مشاكل الزمالك مشاكل الزمالك، واحنا ما حدش خالص في الاعلام اتكلم على مشاكل النادي الاهلي السنه دي. خليه يحترم نفسه. ولكن هو كان ناجح، شاء من شاء وابى من ابى، لكن احنا النهارده بنتكلم على نادي الزمالك في اللي هو فيه ده. لا، نادي الزمالك في انجاز، يعني انجاز كبير. قول يا حلو قول، قول يا حلو قول. طبعا كده بقى ايه السوشيال ميديا بقى في الزمالك بقى وشوقي السعيد يقصف جبهه سهام صالح. لا خالص خالص، انا عارفه السوشيال ميديا تعمل ايه. لا، جمهور الزمالك فاهم. لما الزمالك يقع عنده دروب لازم نشوف له حلول، ده نادي كبير مش نادي صغير. قول زي ما تقول والله. ايه ليه 6 مليون دولار هيتلموا بالابلكيشن، 10,000 دولار و150,000 حنبلايز ايه المشكله ان احنا نشارك في الكونفدراليه؟ بطوله محققينها. بيهرب من الوداد وبيهرب من الفرق اللي هي الصفاقس مين ده الاهلي؟ مين ده اللي بيهرب من الوداد؟ مش فاهمه يعني ايه. عشان خاطر الكونفدراليه السنه الجايه هتبقى قويه. هو عايز يهرب عشان يروح بطوله الدوري؟ ابطال الدوري؟ يعني الابطال اقوى ولا الكونفدراليه اقوى؟ قول يا حلو قول. انت خبرة في بتقول ايه؟ الموضوع ده. انت بتقول ايه؟ لا، احنا بنوصل نهائي اهو. ايوه، ما عشان كده انتوا خبره بقى تسالونا هل هي اقوى ولا دوري الابطال اقوى؟ الابطال طبعا اقوى. مش كده؟ امال كنت قبل كده بتقولوا الكونفدراليه؟ الله يفجر يا انت ابوك ابو لهب يالا وامك ام لهب. في مشاكل في سنه. أيوة. ايه المشكله؟ انت بتتكلم في مشاكل نادي الزمالك. بص انت اول ما خدت بطوله نادي الزمالك كله بيهلل وبيسقف وبتقول عايزين مسانده. طب ما احنا نعمل ايه؟ نيجي نفطس يعني النادي الاهلي عشان النهارده الدوري كان في 100 عقبه وبنقول عليه دوري اعجازي في ظل الازمات وفي ظل المشاكل وكذا. لما يكون الناحيه الثانيه النهارده الاهلي بيسعى لابعد من كده بكتير، اللي هو مكتسح كل البطولات، مكتسح كل البطولات، دي حاجه وحشه يعني. المشكله عندي تخصني، ما بتكلمش عن النادي الاهلي، ما جبتش سيره النادي الاهلي، مشكلتي عندي انا، مشكلتي عندي ان انا في عندي مشاكل.